الناس كلها اتفرجت على لايف سوزي الأردنية لما لمت مليون جنيه وهي بتحتفل بنجاحها ال50%. الداعم زايد رمالها 160 أسد وكل أسد بمبلغ محترم، وده اللي خلى الناس تسأل هي الفلوس دي بتيجي منين والناس دي بتصرف كده ليه؟ اللي انت متعرفوش ان في حكاية كبيرة ورا اللي بيحصل، والموضوع مش مجرد ترند ولا لايف هزار، الموضوع كبير. طب السؤال، هل ام مكة وام ساجدة ومرات ابراهيم شيكا وشاكر محظور وسوزي بيشتغلوا في غسيل الاموال؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية وهنعرف الاسرار كلها. استنى، عملت لايك وشير ومتابعة للصفحة؟ انا اسي عبد الرحمن ودي النضارة السوداء، يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ فيديو النهاردة. ازاي بيتم غسيل الاموال على تيك توك؟ اقول لك، في حاجة اسمها الوكالة، دي شركة بتمثل التيك توكر وتتحكم في ارباحه وشهرته. بيختاروا ناس معينة يرفعوها يبقوا ترند حتى لو محتواهم تافه. الوكالة دي بتمثل اتفاق مع التيك توكر وتقول له احنا هنشغلك بس لينا نسبة من الربح، مثلا 50%. نيجي بقى لحكاية الحاج احمد. مثلا الحاج احمد معاه فلوس كتير مش عارف يدخلها البنك لانها من مصدر مش واضح او غير قانوني، لانه بيشتغل مثلا في تجارة المخدرات او بيشتغل في تجارة الاعضاء. يروح الوكالة ويديهم فلوس كاش، الوكالة تاخد الفلوس وتدخلها على التيك توك في صورة دعم، اسود، ورود، حوت، اي حاجة لمشاهير هم مختارينهم. الفلوس بتدخل لحساب التيك توكر كأنها دعم من الجمهور. بعدها الوكالة تاخد الفلوس تاني من التيك توكر وتديله نسبته من الربح وترجع باقي المبلغ للحاج احمد. مثلا يعني الحاج احمد بترجع المبلغ تاني للحاج احمد على حسابه البنكي. كده الحاج احمد غسل فلوسه وبقت داخل البنك بعد ما كان مش عارف يدخلها البنك بشكل قانوني، وكأنها ارباح مشروعة حتى لو خسر جزء منها كعمولة للتيك توكر طبعا. هل التيك توكر بيكسب فعلا ملايين؟ ايوه، في ناس بتعمل مليون، 2، 3 في لايف واحد، بس ده مش من حب الناس زي ما سوزي الأردنية بتقول، ده من دعم موجه من جهات معينة لغرض محدد. بس ده مش معناه ان كل اللي بيدعم بيغسل اموال، في ناس بتدعم بجد للناس البسيطة. ولا كل التيك توكر بيشتغلوا في غسيل الاموال، في التيك توكر بناس بسيطة ومحترمة جدا. المصيبة ان الناس البسيطة اللي بتتفرج على اللايفات دي بتحزن، شايفينهم هم بياخدوا مصاريف دراستهم ويعملوا أرصدة في البنوك يأمنوا بيها مستقبلهم، ويقولوا احنا بنذاكر ونتعب وهم يرقصوا ويكسبوا. لكن لازم يعرفوا الحقيقة، الشهرة اللي بالرخص والفلوس اللي جايه بالحرام ليها تمن تقيل جدا. بالنسبة لأم مكة وأم ساجدة وشاكر وسوزي الأردنية ومرات إبراهيم شيكا، هل الناس دي بتشتغل في غسيل الأموال؟ الناس دي تم اتهامهم وتم القبض عليهم. يا ترى الناس دي مظلومة ولا دي شبكة مرتبطة ببعض؟ الحقيقة هتظهر بعد التحقيقات، وعايزة أعرف رأيكم في التعليقات. الرسالة اللي عايزة أقولها في نهاية كلامي، الحياة طريقين بس، يا حلال فيه تعب بس فيه راحة ضمير، يا حرام شكله بيلمع بس آخرته وحشة. رزقك اللي ربنا كاتبهولك هيجيلك، اشتغل واتعب واسعى بكرامة، وسيبك من بريق الترند الزائف والمحتوى التافه اللي مش بينفع الناس بل بيدل الناس وبيفسد الأسر المصرية، وهتخسر في الآخر. استنى، عملت لايك ولا لسه؟ لو انت وصلت معايا لحد هنا، لو بتتابعني على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة، ولو انت بتتابعني على اليوتيوب اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس. وعايزة اقول لكم ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.